عاملة ايه؟ اخبارك واخبار الولاد ايه؟ الحمد لله ماشي الحال. والله اياد قايفني قوي، طول الوقت خناق. عمالة اقول له اطلع من اوضتك، اقعد معانا، مفيش فايدة، طول الوقت قاعد لوحده. حتى حاولت اشترك له في رياضة، مش راضي ابدا يشترك، وممكن ما يكملش الاشتراك، يروح مرة او مرتين بالعافية، ومش راضي. مش خايفة قوي عليه من موضوع الانطواء ده والقعدة لوحده، مش عارفة اعمل ايه. طيب انت محتاجة هنا تحددي الانطواء ده من وهو طفل طبعه كده، ولا ده طارئ دلوقتي؟ لو هو دلوقتي بس يبقى انت محتاجة تفكري في الاسباب وتشوفي ايه اللي ورا الاسباب دي وتفكري تعالجيها ازاي. لكن لو هو من طفولته طبيعته كده، يبقى هنا محتاجة تشتغلي على نفسك ان انت تتقبلي طبعه كده وتعرفي تتعاملي معاه صح. هو من وهو صغير كلامه قليل قوي، يعني ما بيتكلمش كتير. طيب هل في مثلا تهتها او عيب خلقي يكون مكسوف منه او بيسبب له احراج لما يتكلم؟ خالص مفيش اي حاجة من دي، هو سليم زي الفل. طيب هل اتعرض لمواقف فيها تنمر، سواء في المدرسة، في البيت، في أي تجمع عائلي؟ أي موقف فاكراه حصل فيه سخرية منه، حاجة ضايقته؟ لأن وارد إن هروبه من التجمعات أو الاختلاط بالناس يكون ضعف ثقة بالنفس وخوف إن حد يتريق عليه. انا مش فاكرة دلوقتي موقف محدد، بس يعني ممكن تكون حصلت حاجات عادية يعني، بس مش فاكرة حاجة محددة. وممكن كمان يكون ده وراثة من حد في العيلة، يعني مثلا بابا، خاله، عمه، أو ممكن يكون طبيعة الخلفية الثقافية في عيلتكم، إن هو شايف مثلا الشخص عشان يبقى كاريزما، يبقى كلامه قليل، يبقى ليه برستيج، إن هو ما يتكلمش مع ناس كتير. فأنتي إيه شايفة إيه من ده موجود معاكي؟ ممكن كمان يكون عايز يحقق احتياجه للاستقلالية والخصوصية، ان هو يحس ان هو ليه خصوصية، ليه مكانه، ليه وقته، محدش يتجاوز حدوده ويعني يتطفل على خصوصياته. فدي احتياج مهم لسن المراهقة، وارد ده يكون سبب من الاسباب ان هو عايز يحس انه مستقل وليه خصوصيته. هو فعلا ساعات بيقول لي كده، انا حر براحتي اعمل اللي انا عايزه، بيقول حاجات زي كده. محتاجة تركزي وتراجعي الأسباب اللي احنا قلناها دي وتشوفي ايه أكتر حاجة منهم متكررة معاكي عشان تعرفي السبب الحقيقي وتقدري تشتغلي عليه. اتعامل معاه ازاي؟ انا مش عارفة، محتار. لو لقيتي مفيش أي سبب من الأسباب اللي فاتت، يبقى انت محتاجة تتقبلي ان هو طبيعته كده. وهنا بقى هيتغير تفكيرك وهدفك من ان انت بتسعي تغيريه الى انك تشتغلي على نفسك، انك تتقبلي ان هو طبيعته كده، ما ينفعش ان انت تفكري تغيريه. وبعدين الانطواء، يعني الشخص الانطوائي ليه طريقة نتعامل معاه بيها، ومش عيب. ما نحسسوش بقى ان انت فيك عيب او فيك حاجة ناقصة لمجرد ان هو بيحب يقعد لوحده او طبيعته كده. لا، نتقبل طبيعته بتفهم وبدون لوم او نقد، سواء منك او من اخواته او من باباه او من اي حد في الاسرة. بني ادم طبيعي عادي يتعامل عادي، عادي جدا. الشخص الانطوائي طبيعته ان هو طاقته بتتسحب لما بيقعد مع الناس، وبينجز اكتر لما يكون لوحده. يعني هو مش بيشحن طاقته من القعده مع الناس، لا، هو بيشحن نفسه داخليا، مش محتاج ان هو يقعد مع الناس. بيسمع الناس كويس قوي وبيحب يركز ويفكر بعمق. وكمان لما بيكون في مثيرات كتير ده بيوتره وبيضايقه، ما يعرفش يركز في حاجتين ثلاثة في وقت واحد، لا، هو بيحب يركز بعمق في حاجة واحدة بس يخلصها وبعدين يركز في حاجة تانية. الشخص الانتروفيرت على الرغم ان علاقاته قليلة، لكن علاقاته بتبقى عميقة جدا وفيها صدق. يعني مش معنى ان هو علاقاته او اصدقائه قليلين ان هي علاقات ضعيفة، لا، علاقاته بتبقى قوية فيها صدق وعمق. عشان كده افضل طريقة تتعاملي بيها معاه انك تقربي منه وتبني علاقة قوية معاه، عشان فعلا يحس معاكي بالامان ويقدر يطمن لك ويقدر يشاركك في افكاره. حتى تعرفي لما هو بيبقى لوحده بيعمل ايه، جايز ان هو مثلا بيعمل حاجة اونلاين او بيكلم ناس اونلاين او ليه شلة اونلاين، فانت محتاجة تقربي منه وعلاقتك بيه تبقى قوية، يحس بمصداقية، يحس بأمان معاكي عشان يقدر فعلا يشاركك أفكاره. محتاجة كمان تركزي على نقطة، هل في مشاكل بتقابله في التواصل؟ هل في ضعف في مهارات التواصل محتاج يشتغل عليه؟ كل ما كان في لينك بينك وبينه هتقدري ان انت تقترحي عليه أفكار. إيه مثلا يشترك في لعبة فردية، إيه بالتدريج ان هو يحاول ان هو يتواصل، بحيث انه لما يروح شغل بعد كده ما يبقاش فيه مفاجآت او مشاكل او كده. ده الهدف. لكن عادي ان هو يحب يتواصل مع عدد قليل، دي مش مشكلة في حد ذاتها. المشكلة ان احنا لو قابلتنا بعد كده
ان احنا هنتعامل مع عدد كبير من الناس. طيب هتتصرف ازاي؟ هتعمل ايه؟ ممكن لو اتحطيت في الموقف ده ايه اللي ممكن يقف قصادك او ايه اللي ممكن يضايقك، بحيث ان احنا نشتغل عليه بالتدريج. بالتدريج، ما ينفعش تفاجئيه بحاجة او تقحميه في حاجة غصب عنه او بشكل مفاجئ. محتاجة كمان طول الوقت تحسسيه بثقته بنفسه، تحسسيه انك بتدعميه، انه مقبول منك ومن اخواته، مفيش اي نقد لطبيعته، مفيش اي استهزاء. ده هيدعم اكتر، يعني ممكن يخليه اكتر يبقى متحمس ان هو يتواصل بشكل فيه توسط او بشكل معقول، يعني يبقى مقبول شوية. اشتغلي على ثقته بنفسه، نقط قوته، عدم النقد من اللي حواليه او من الاسرة. كل ده هيدعم ان هو يختلط تدريجيا بالناس. طبعا اهم حاجة تبقي صبورة وهادية، وتقدري تطمني وتتأكدي ان مفيش اي اسباب متعلقة بالثقة بالنفس او مواقف سابقة، هي دي بس اللي تقلق. لكن حتة ان هو يبقى حابب القعدة لوحده او يفضل ده عن الاختلاط بناس كتير، دي في حد ذاتها مش مشكلة. المهم ما يكونش كاره تواجده مع الناس لأسباب متعلقة بالتنمر أو السخرية أو ضعف الثقة بالنفس. دي الحاجات المهمة ان انت تطمني من ناحيتها، وبعد كده هتعرفي تتعاملي بالأسلوب الصح لما تعرفي ايه السبب اللي ورا القعدة لوحده ده. ده مهم، محتاج منك تركيز وصبر وهدوء عشان توصلي للأسباب الحقيقية وتقدري تتعاملي معاها صح.